بصوا يا جدعان، احنا هنا بنهزر، حتى لو اتكلمنا جد، فما تزعلش. هنتكلم في مواضيع عامة. حتى لو زعلت. معلش. يا جماعه انا جبتكم النهارده عشان اللي بيحصل لي ده كتير قوي، محتاج تساعدوني. احنا لازم نلاقي له حل. طيب انت ايه الحل؟ هتجيبه من الشنطه مثلا؟ يا عم اصبر، ممكن يبقى عنده. ايه ده الحل؟ ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ هو انت ازاي اصلا تجيب البطاطس من غير كاتشب؟ ايه ده؟ كاتشب ايه بس؟ قول له. الكاتشب ده بيبوظ طعم الاكل. يا ناس ارحموني، انا في مصيبه. ايوه صح، انت جربت تاكل البطاطس من غير كاتشب، والله العظيم هتلاقي طعمها مش حلو. يا ابني الكاتشب ده بيغطي على النكهه الاصليه، تحس ان انت كده بتاكل معجون طماطم بالسكر. استنوا بس استنوا، عندك دليل يا حسين يثبت ان الكاتشب بريء؟ يا ابني عندي دليل. ازازة الكاتشب دي مش مجرد ازازة كاتشب كده عادية، دي حلم لكل طفل. دي هي اللي بتجمعنا كلنا على سفرة واحدة. ده اللي بيخلي الاكل عائلي، اقسم بالله. عائلي؟ يا ابني ده انا لما بعوز اكل من غير كاتشب بطلب بالسفره. بصراحه البطاطس بالكاتشب جامده. رامي انت قديم زي بطاطس، يعني ملح وفلفل بس. ولا انت شكلك كده ما بتفهمش في الاكل. انا هقطع معاك الكلام في الاكل تاني. معاك كاتشب ولا رامي؟ عندي في التلاجة جوه. يا جدعان انتوا بتتكلموا في ايه؟ بقول لكم من الصبح عندي مصيبه، عندي مشكله وعايزكم تحلوها لي. يا عم هتتحل ان شاء الله. اجيب بس الكاتشب ونيجي ونسمعها كده عشان الصراحه جعان ونفسي. وانت عرفت بقى ان شاء الله هتتحل منين؟ وانت ما عرفتش اصلا المشكله ايه؟ العلم اتطور والفلافل هتبرد، انا جعان انجز. بقول لكم ايه؟ اطلعوا بره بيتي، مش عايز اعرف حد فيكم. يلا يا عم، يلا يا عم. عايز ايه؟ صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت المحلي اللي بتشوفوا فيه الفيديو دوت. حلقه جديده من برنامجكم بالمصري كده. انا سقعان. اولها طب اذا عاد انا اللي بنص كوب. المهم، عايزين النهارده نتكلم عن موضوع مهم قوي، اللي هو التفاهه. يعني هو ده الموضوع المهم. التفاهه؟ اه انت جايبني من بيتي عشان التفاهه؟ عشان التفاهه. لا بس احنا يعني بص انا اقول لك على حاجه. احنا يعني هزرنا بما فيه الكفايه في حياتنا، فاحنا وقت الهزار هزار، وقت الجد برضه هزار. انا انسان تافه، ماشي يلا. مبدئيا كده ان احنا دايما بيتصدر لنا نماذج تافهه جدا جدا كقدوه. يعني لو احنا بنحس كده ان النماذج التافهه دي حاجه كبيره قوي، مع انهم هم حاجه صغيره جدا وحاجه تافهه، ما بيعملوش اي حاجه في المجتمع ولا بيفيدونا باي حاجه. ايه رايكم في القصه دي؟ شايفين انا كلامي صح ولا كلامي غلط؟ النماذج التافهه اللي هم مثلا الموضه اللي طلعت بيها الانفلونسرز والحاجات ديت، من ضمنها فنانين مثلا، بس الفنانين دول ما بيقدموش حاجه. وطبعا مش كل الفنانين، انا قصدي نوع معين. مجرد واحد بكرش طالع فنانين نادي دقني لو شاف كاميرا تاني مش واحد هو ما شافهاش اولاني، فاهم؟ واحد لمجرد انه تخين قوي، تمام. هنقعد نركز، ما تضحكش عشان انا تخين قوي، ركز في قوي. فاللي هو يعني انا شايف ان الموضوع اوفر، يعني اللي هو احنا المفروض ناخد القدوات تانية. يعني واحد زي نجيب محفوظ، واحد زي احمد زويل، واحد زي مجدي يعقوب، دول القدوات اللي المفروض ان احنا ناخدها ونمشي على حذائها. حتى محمد صلاح اوكي مفيش مشكله في اصراره زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، لكن مش اللي احنا نجيب ناس تافهه جدا ويبقى هم دولت العنوان بتاعنا والقدوه بتاعتنا. معلش يعني وانا يوم ما هروح اخد قدوه، هاخد قدوه فنان او لعيب او يعني انا سبت كل العظماء اللي في التاريخ، انبياء ورسل ومحاربين وصحابه بس ابن عديت ده اللي بيحصل في الشباب والله. طب انا اقول لك حاجه، يعني من فتره قريبه كانوا بيسالوا الشباب اسئله كده دينيه وبتاع، مين الرسول كذا، مين الامراء، كانوا بيجاوبوا. لكن لو يسالهم بقى محمد رمضان عمل ايه، مش عارف مين عمل ايه، لا هتلاقيهم بيكونوا. يا عم انا عندي واحد صاحبي، هو ولد محترم وطالب جامعي. عمل عركه يعني قبل كده وعور. ماشي، اللي هو تعالى زي اتعارك يعني. والله اتعارك وعور عيل يعني تعويره جامده. فين؟ بس الكلام ده من زمان في صدره.
الكلام ده من زمان وربنا يعني هدايا. وهو اصلا شخصيه يعني من ابن ناس. تمام. فقاعدين بنهزر امبارح انا وهو، فبقول له ده احنا للاسف كابونجا احتمال يجي في الفان دي. ايه بقى ايه كابونجا وايه فان دي؟ معلش. كابونجا ده مغني مهرجانات. اهو والله ما اعرف. تمام. ايه فان دي بقى؟ الفان دي ده هو جاب من اسمه يوم متعه ده. ايوه ده بقى الكليه هي اللي بتعمله لنا بتاع للفرقه الرابعه بتاع التخرج. ده عندهم فان دي؟ الفان دي ديت بص احنا عندنا في الكليه حاجه قديمه، انا ما فيش مشاكل. الفان دي حاجه قديمه. انت شفت سمعت المصطلح الجديد اللي طلع؟ ايه بقى؟ استنى جلاتين دي. يعني جلاتين ده يعني او جيرلين دي، مش عارف، جلاتين دي جيرلين دي حاجه زي كده. ايه دي بقى عباره عن ايه جلاتين دي؟ حاجه زي الفالنتين دي بس مش للفالنتين. هو الفالنتين بس للبنات بس. جيل بقى جيل بس انت متخيل التفاهه؟ طب ايه شواذ دول؟ المهم بس علشان حبوا بعض ما ننساش بس الموضوع. كمل احنا قطعنا سوري. اتفضل. فالمهم بقول له للاسف جايبين كابونجا. انا عن نفسي انا كمستواي الشخصي انا ما بحبوش. انت بتسمع له اصلا؟ يا سمعت له قبل كده كابونجا ده؟ والله ما اعرف. بسمع له في التكاتك والمشاريع غصب عني. في التكاتك والمشاريع ده نجم التكاتك والمشاريع غصب عني بسمع له. فالمهم بيقول لي لا يا عم ده انا بحبه، ده انا عايز اقول لك عورت الولد بسببه. قلت له يعني ايه عورت الولد بسببه؟ قال لي والله سمعت له المهرجان قبلها كنت سامع المهرجان فانا اصلا نازل بقى الشارع متعفرت. بيقول لي فلقيته قدامي وقلت له خد انا خد يعني اتفضل. فهي قدوه. وعايز اقول لك اني معلش انا اسف لازم اتكلم، فنان محمد رمضان كبير وفوق دماغنا وممثل قوي طبعا، بس افلامه علمت الناس البلطجه بشكل قوي. بقى حلم في البدايه بتاعته حلم الطفل تمام. دلوقتي هو بدا يغير اتجاهه على فكره، وهيعمل فيلم قوي جدا على ثوره العبيد على فكره قريب. الطفل بقى حلمه يبقى الالماني، يبقى عبد موته، يبقى الناس دي يعني كمان بياخد شخصيات من الافلام تمام. وابراهيم الابيض ده حلمه يعني اللي هو يبقى بلطجي تمام. وعايز اشوف يعني بشوف دلوقتي اطفال ماسكه سنج ومطاوي وسيوف في الشوارع وبيضربوا بعض بيها كأنهم ناس كبيره. ده سبب برضو حلم البلطجه اللي انتشر بشكل قوي جدا. وعايز اقول لك ده بيبوظ المجتمع. موضوع بقى المهرجانات ده يعني انا كنت فاتح محل انتوا عارفين طبعا، كنتوا بتقعدوا معايا فيه، فكان العيال كنا بدفع بلاي ستيشن بقى والناس بتشتغل على صب والكلام ده بيشغلوا اغاني، فاللي هو احنا عايزين نشغل مهرجانات والنجارة وبتاع ماشي. الاقي كميه الفاظ طبعا بطفي المهرجان من اول ايه ده؟ يقول لي لا انا دي مهرجانات مشهوره الام ما بتغلطش. اللي هو انت بتغلط في ابوهم وامهم، انت بجد انت بتسبهم بالاب والام يعني ما تغلطش فيهم. المغنيين المشهورين طبعا قالوا لي اسامي بنت لذينه ودول مشهورين ولا طب يا جماعه دول بيقولوا الفاظ. قال له ما دول الالفاظ دي بيطلعوها من بقنا يعني. الناس دي قريبه مننا. انا ما بسمعش الاغاني بتاعت اليومين دول، بس هو انا يعني انا ليا ذوقي الشخصي برضو اللي هو مش بجبرك اللي بقول لك يعني ان انا كويس. بس انا ذوقي انا الشخصي مثلا انا ممكن اسمع راب، اسمع لشهاب، اسمع يعني مهرجانات كده بس اللي هو العاديه فاهم. لان انا برضو يعني من جيل الالفينات انا مش قديم. وانا من ساعه بس مزاجي انا حر فاهم. انا حر في نفسي بس بدل انا ما باذيش غيري وناجح برضو مع نفسي فقشطه. انا ما عنديش اي مشكله في كده. بس غير كده احنا مش بنتكلم عن الذوق اكتر، ده ان شاء الله نعمله له حلقه تانية كامله. احنا بنتكلم عن النماذج اللي موجوده في الذوق ده الناس بتدافع عنها ازاي. زي ما انت قلت يعني اكبر مثال ده جوزك صاحبك وكابونجا اسمه كابونجا قتلني ضحك والله العظيم امبارح يعني. ايوه انا اخد واحد زي ده ليه قدوه. يعني انا شفت ايه يعني شفت ايه عمله كويس فانا صحيت من النوم بس صباح الفل الراجل ده قدوتي. انت قلت معلومه مهمه. المعلومه مهمه. تامر حسني مش وحش يعني. تامر حسني لا يا عم انا اجي عشان كابونجا. تامر حسني برضه رحله كفاح. انا مش بتكلم ان هو انا ما عنديش مشكله مع تامر حسني بس برضه ما خدوش مش نموذج يعني. انا هو قال كلمه صح. فين الانبياء؟ فين الرسل؟ صح. فين سورة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين الصحابه؟ فين الناس حتى الافلام ما بيصدروناش للاسف النماذج دي.
يعني زمان كان في تمثيليات اسلاميه زي عمر بن عبد العزيز طبعا خامس الخلفاء الراشدين، ده من الحاجه الروعه، ده فتش اهله، يعني الامويين كلهم فتشوا كده طلع فلوسهم عشان دول نصابين ودخلهم في بيت المال، يعني متخيلين مدى الرخاء اللي كانت في عهده. فاحنا بنتكلم في نماذج فعلا زي ما قال حسام المفروض تتاخد، لكن لا احنا بنسيبها وناخد نماذج تانية تافهه. وطبعا ده شيء يعني عايز اقول لكم ان هم يبقى تارجتهم ان هم يوصلوا للاهداف دي والقدوه دي، ده شيء خطير جدا. يعني كده احنا بنوجه شبابنا في حيطه، اللي هم بدل ما يبقوا مخترعين ومبتكرين وعلماء لا يبقوا بلطجيه. في حاجه تانية بقى عايزين نتكلم فيها، الجيمز. يعني موضوع الجيمز ده ودى الناس في داهيه. يعني انا شفت نماذج تمام بعيني راحت في داهيه بسبب لعبه التنين الازرق دي. الحوت الازرق. يعني هو ده اللي قصدي عليه. يعني انا شفت حد قتل مدرسه، ده حادثه حصلت قدام عيني في ميامي، وواحد شال نفسه، 2 شالوا نفسه بسبب اوردر. الولد فعند فضل الاسلام العزم انا كنت حاضر عنه. ايوه فضل الاسلام، 2 فضل الاسلام تمام شالوا نفسهم بسبب لعبه. وده ان هم الغرب هم اللي بيوجهونا لكده، ان احنا بنوصل في الجيمز ان احنا بنتعامل بيهم على انهم حياتنا. وعايز اقول لك الاقي ناس كبيره، مش بقول لك اطفال، طب الاطفال دي اللعب دي عادي يعني هم بيلعبوا اطفال، لكن لا بشوف ناس كبيره ورجاله كبيره ماسكين الموبايلات بيلعبوا، بيضيعوا وقت كبير جدا في يا عم انت فاضي في اكل عيش في ماشي. لا ثانيه، انا معترض معاك، انا ما عنديش مانع يمسك الموبايل ويلعب كانه قاعد على القهوه بيلعب دومينو، كانه قاعد بيتفرج على ماتش في الدوري فاهم، بيتابع فريق معين فاهم وبيشجعه، ما عنديش مشكله معاه. عنده وقت فاضي وعايز يستمتع فيه، هي ده بالنسبه لي. انا تافه كده، انا مش تافه. طب انا هتكلم في النقطه دي واحده. يعني هل الوقت الفراغ اللي عندك في اليوم للدرجه دي عندك وقت فاضي ان انت تقعد تلعب بالساعات وتسيب شغلك وتسيب اكل عيشك؟ مفيش شغل، انا شغلي خلص. ما في مين اللي شغله خلص؟ يعني احنا دلوقتي بنشتغل بدل الشغلانه شغلانتين 3 يا عم. في ناس شغلها، في ناس على معاش، في ناس شغلها خلص. طيب في قرايه، ممكن اثقف نفسي، ممكن اخد معلومه جديده، ممكن اتعلم حاجه جديده. في ناس فيهم عندهم معلومات وعندهم ثقافه، يعني احنا ما نتوقعش يوصلوا لحد فين. الثقافه بحر مليان ده ماشي. لا انا بقول لك بالنسبه لنا حتى لو عندهم ثقافه انا بزود. انا بقول لك بالنسبه لنا هي واصله لحد فين احنا ما نعرفش. هي الثقافه بحر ما ماشي ملوش اخر والكلام ملوش اخر لغايه ما نموت بنتعلم يا حبيبي. بس هم عندهم معلومات، عندهم ثقافه، مش قصدي. فانا مش هفضل قاعد كده ماسك كتاب. الفكره دي انتهت. مش فكره، لا ما هو الفكره دي انتهت، ده برضه مش حاجه حلوه، بس هي انتهت. انا عايز استمتع بوقتي، انا خلاص انا فاضل لي فاهم في عمري، انا مش عارف فاضل لي قد ايه. هو الاستمتاع ان انا ابص على ده. انت عارف الاضرار بتاعت القصه دي ايه؟ صحيا ونفسيا واجتماعيا. هخش لك من نفس والعزله اللي بتاعتك. هخش لك من نفس النقطه بتاعتك. مش في روايات فيها الحاد؟ طب ما انا ممكن اقرا. لا ما هو مش معنى القصه، انا مش بص ما تجيش في كل حاجه سلبياتها وايجابياتها. يعني اي الكوبايه بنشرب فيها خمره وبنشرب فيها ميه. يعني القصه مش في الاستخدام بقى. انا مش بتكلم، انا بتكلم في الثقافه العامه. انا بتكلم ان انت اقعد على القهوه ورفع عن نفسك والعب، انا مش معترض والله، بس ما تضيعش وقت كبير في القصه دي. ماشي يا عم. بس هو ده الموضوع. لا ايه انت ما تعرفش هو ضايع ولا لا، فما تحكمش. يعني هو اللاعب يقعد يلعب طول النهار؟ فين بيقعد يلعب طول النهار؟ لا في ناس بتلعب كتير جدا ساعات. انا بتكلم في دي. لا بس ما تعممش على كل اللي قاعدين على لا مش كل الناس اللي قاعدين. انا ما بتكلمش على القهوه، كنت هتكلم على القهوه بس ماشي. وعلى القهوه برضو في ناس بتقعد على القهوه كتير جدا، وقت كبير جدا. وعايز اقول لك بقى، انت بتقول لي خلصوا اشغالهم، انا واحد بتقول لي خلصوا اشغالهم. في ناس ما عندهاش اشغال، مع احترامي ليك انا مش بتكلم عليك والله، يعني ربنا عارف انا ما بتكلمش عليك. انت دلوقتي اهو بتعمل شغل، انت راجل يعني دلوقتي لو انت بتعمل مونتاج للحلقه ولا بتعمل مونتاج لحلقات تانية، بالله عليك دلوقتي بقى عندك وقت اكبر لان انت تقعد على القهوه؟ لا. ليه بقى؟ لان انت بتشغل وقتك بحاجه مفيده ليك ومفيده للناس. هو ده اللي انا بتكلم. بتفرج على حاجه اتعلم منها بالظبط. هو ده انا بتكلم ان احنا نتجه في الاتجاه بس بيجي عليا يوم بص كامل انا ممكن فاهم، انا لا عايز ابص على اللاب، اعمل بريك اوكي، اعمل ريست لنفسك وراحه لنفسك، اعمل ريست. طيب مش حياتك تبقى ريست. من البدايه خالص انا تعليقي اللي هو بالنسبه للعيال الصغيره، انا هجيب بقى، انا سبتكم ايه سمعت منكم. لا اتفضل براحتك. العيال الصغيره
دي بترجع مش اطفال وغرب. ماشي، احنا عندنا غرب وعندنا حاجات بتصدر لنا حاجات مش تمام والكلام ده، بس انت بقى بتستقبلها في بيتك. بالنسبة للعيل الصغير بيستقبلها بسبب عدم متابعة الاهل ليه. جميل. تمام، زي ما اتكلمنا في التعليم برضه، زي ما اتكلمنا. هو عامة كده العيل لما بيجي بيتولد لغاية سن مدرسة ال10 سنين. الفترة دي لازم الأهل الأسرة تكون محتواه. والله العظيم بتقول كلام علمي، مش بهزر والله. مش يعني أنا مش بجامل في حسين والله، الكلام اللي بيقوله حسين أنا عارف، متأكد إن درستوش في الكلية، متأكد. لا ما درستوش. أنا بقى درسته كتربوي، الكلام ده علمي، اللي هو مراحل العمرية وعلم النفس النمو. اتفضل. فأنا كواحد مثلا ابني مات، فمش بسبب ولا غلطة ابني ولا بسبب غلطة تضحك على ايه يا ابني؟ انا كواحد ابني مات حسين مش لايق، مش هينفع على حسين. لسه هو صغنن خالص يا عم كواحد الراجل ده لسه ناجح امبارح في ترم، فاضل له ترم يتخرج. هو الصغنن بتاعنا بس يعني. الف مبروك يا حسين، قلت ابارك لك على الهوا يعني. على الهوا ايه؟ احنا مش على الهوا. فين الهوا؟ ابارك لك على البرنامج. مبروك. الله يبارك فيكم يا جماعه، عقبالكم وعقبال عيالكم ان شاء الله. وعيالنا مش عارف عيالنا، هو عقبال اي حد يا عم ماشي، مجال طبعا النجاح في العموم زي الفل. اسفين لا طبعا. اتفضل. كواحد ابنه مات، فده ولا بسبب ابنه وبرده مش بسبب برده الغرب، بسبب الاب، بسببه هو او بسبب مراته. بالظبط، إهمال. بسبب اهمالهم هما الاثنين في اللي هم سابوه للنت وسابوه للموبايل وسابوه زي ما في عيال كده، في برضه عيال اهاليها اهتمت بيها، صح، فطلعوا حاجه كويسه. يعني اقول لكم على حاجه، انا يعني قاعد في منطقه هي شعبيه، تمام، بس من وانا صغير لما كانوا جيراني عيال جيراني يجوا يندهوا عليا وانا صغير يقولوا لي تعالى العب معانا كوره في الشارع، انا امي كانت تقول لي لا حسين تعالى مش عارف ايه. لا، هي مش بتقول لي لا اللي هو حرمان، هي بتقول لي لا انا خايفه عليا. طيب انا عايز افرغ طاقتي، كانت بتخلي ابويا يوديني النادي، اللي هو في نفس الوقت برضه هي مش حرماني، انا بروح برضه بفرغ طاقتي، تمام. مع كامل احترامي ليهم، هو انا في مستوى اجتماعي افضل منهم شويه. انا مش بقول ان انا جامد، بس انا بدي مثل عن نفسي انا، تمام. وكذلك برضو في غيري احسن مني بياما، لان ظروفهم ممكن تكون افضل بياما. وانت معلش برضو بدات تقرا يعني كسن صغير؟ انا بدات اقرا من وانا عندي 18 سنه، والصراحه برضو يعني الفضل يرجع له، كان برضو بيزقني برضو اكتر. وعلى فكره الصاحب ساحب، فاهم. برضو انا يعني عرفت مثلا اختار لرامي مثلا. والقرايه عدوى يعني. انا كنت واحده طالبه عندي في الدرس، كنت بجيب كل مره روايه ومش قاصد والله، يعني انا كنت بجيب روايه لمجرد ان انا يعني بقراها في السكه مثلا، فكنت ماسكها في ايدي فبحطها على المكتب. ايه ده يا مستر؟ دي روايه مين كذا؟ طب بتقرا في ايه؟ طب بتاع. بنفتح الموضوع مثلا 5 دقايق وبعد كده ابدا الدرس. لقيت البنت دي مره واحده بقت بتجيب روايات من مصروفها الشخصي، بدات تديني روايات انا ببقى حابب ان انا اخد منها استعين منها وارجعها لها تاني. بدل ما تلعب بقت بتقرا روايات. اقول لك على حاجه، ما انا نفسي العدوى. انا كان عندي 7 سنين تمام، انا عشان ما ينزلونيش من البيت كانوا بيعملوا البدع وفي الاخر بنزل الشارع. انا دونا عن اخواتي، انا اصغر واحد فيهم نزلت الشارع. هم نزلوا الشارع وهم في ثانويه، كان ممنوع عليهم الشارع. انا كان عندي 5 سنين كنت في الشارع، جت وانا عندي 7 سنين، فاهم اللي هو ايه، عايزين نقعد حسام في البيت باي طريقه. اكتشفوا بالصدفه لما سابوا روايه قدام مني، كانت اوليفر تويست لتشارلز ديكنز، قصه مدينتين. برضه يعتبر بداياتي محمد عصام ربنا يبارك له، برضه اداني الروايه دي، كان اول روايه اقراها وانا كبير، برضه ما كنتش صغير، بس كنت بشوف كتب في البيت عندي لاخويا الكبير وابويا كان عندهم مكتبه وعندهم كتب، فكنت يعني بشوف، بس ما مدتش ايدي، يعني كانت محرمه علينا تقريبا. بتمد ايدك تتقطع. طبعا انا يعني بفكره ان انا بقدر اخلص الروايه في 4 ساعات، فانا الروايه خلصت طبعا نزلت الشارع، هقعد اعمل ايه في البيت؟ تاني يوم بقى يجيبوا لك جابوا لي كتاب جيب، عارف اللي هو بتاع لا تعرف المستحيل. لا بتعرف المستحيل دي كانت تالت حاجه، كانت مع اخواتي اجازه كريستي. لا بتاع دوت ملك الذئاب لدكتور احمد خالد توفيق. احمد خالد توفيق. انا عايز اقول لك انا اليوم دوت يحرق الرعب،
انا كل دبانه ما تخش البيت انا ببقى خايف، بس مستمتع جدا وشايف الشخصيات قدام. انا عايز ابقى زي دول، انا مش عارف ايه ده، بس عايز ابقى زي دول. انا مش زي رفعت اسماعيل. لا انا عايز اكتب زي دول. عايز اتفرج على ونيس مثلا، فاهم؟ عائله ونيس، بابا ونيس ماما ميسة احنا ولادكم هنرفع راسك. والله كان النشاط حلو قوي. كمل كلام. فده بالنسبه مثلا ايه لغايه اول مرحله من التربيه. طيب الابن او البنت كبرت، القلق طبعا بيزيد عند الاهل، فالقلق بيزيد، فبالتالي ما تقولش فبالتالي اللي يحصل مش بتضحكك قوي دي ايه عاديه. لا بقيت ايه بس اسكت. فالمهم هو الاهل بيقلقوا باسلوب غلط، اللي هو لا دي ما تصاحبهاش، ده ما تمشيش معاه، ما هو ده ما اكبر غلط. لا هو كبر صاحبه، ومش معنى ان انت اتربيت على كده فانت برضه تربي عيالك على كده. الرسول عليه الصلاه والسلام قال ربوا اولادكم، لا تربوا اولادكم كما تربيتم وانتم صغار. يعني وبرضه فيما معناه لو كبروا صاحبوهم، ولو كبروا صاحبوهم وخليكم معاصرين ليه. ما تقولش هو انا عندي وقت، انا لسه هوجع دماغي. يعني انا في ناس بنصحها مثلا عندها عيال صغيره، يقول لي انا ابني مش عارف ايه وابني ايه، وادي له ايه مثلا نصيحه، يقول لي ما انا دي انا عملتها، بابا من جواه متاكد ان هو ما عملهاش، لان استحاله، اصل انت ابنك بني ادم عادي، فاهم؟ بس برضه ايه بقول له خلاص هات كتاب واقراه ازاي ايه تكون تربوي اسري ناجح والكلام ده. يقول لي هو انا عندي وقت. طب ما انت بقى ما تستناش ان ابنك يكون مبجل. يعني هو ما عندكش وقت لابنك، ما عندك وقت لايه؟ يعني بالظبط، عندك وقت لايه تاني غير ابنك؟ دي مصيبه دي. لا انا عايز اقول لكم معلش نموذج بجد حلو جدا، محمد عصام. يعني مربي بنته من صغرها اللي هي تهتم بالمكتبه، اللي هو تبدا تشوفه وهو بيقرا، بيخليها نجمه من صغرها ويعمل لها سيشن وبتاع، ويبدا ان هو ويبدا يعني كل الكلام ده بعيدا عن الحلويات تماما، بعيدا عن التلفزيون تماما، بعيدا عن السوشيال ميديا تماما، عن الموبايلات تماما. ده الصح، عامل عالم مختلف تمام. ومع نماذج تانية مش عايز اتكلم عليهم واساميهم يعني عشان ما احرجهمش ولا اجي عليهم، سايبينهم لعالم السوشيال ميديا والموبايلات. وطبعا ده بيأثر نفسيا بالعزله، وبيأثر نفسيا ان الشخص ده منعزل انطوائي، ما بيعرفش يتعامل مع الناس. يعني هو المفروض بعد بقى ما الابن ما يعدي مرحله الطفوله ويبتدي بقى في مرحله البلوغ ان هو يتصاحب، علشان لو عمل اي حاجه غلط ما يعملهاش لاجل مش هو خايف منك او ان هي على الاقل يعني عشان غلط، بيحبك، عشان هو بيحبك، وفي نفس الوقت دي صح يقنعه، وفي نفس الوقت هو يبقى عنده عقله سليم ان هو يعرف يميز ما بين الصح والغلط ويسيطر على جميع شهوانياته. واحنا بس خلينا معترفين ان احنا كرجاله احنا بنحب اللعب. ما انا لسه كنت هقول لك يعني محدش يقاطعني، انا لسه جاي والله في الكلام فيه. محدش يقاطعني وانا بلعب. انا بتكلم في ايه؟ انا بتكلم معلش احسن اقعد وهكمل، خليك تكمل. بس انا بتكلم في ايه؟ احنا مش ضد اللعب، واحنا مش ضد النت، واحنا بنعمل حاجات على النت، مش ضد النت ولا ضد القهوه، احنا بنقعد على القهوه، ولكن كل حاجه يا حسام ليها وقتها، ليها استخدامها. التوسط في الشيء والتعقل في الشيء حلو. كل شيء لما بيزيد على حد بيتقلب. انا كان اعتراضي على الوقت، استخدام وقت كبير. لا استخدام، لا انا عندي في اول كلامك. لا اقعد على القهوه عشان ما كملناش، اقعد على القهوه والعب واقعد على النت، ما عنديش ادنى مشكله تمام، واستفاد. والنت على فكره فيه استفادات يعني. انت لسه بقول لك مش عارف اعمل كده، لسه بتقول لي مش عارف اعمل كده، قلت لي افتح نت وجوجل اهو يعني. انا ومراتي لما بندور على حاجه بندور على النت. لو احنا في اختلاف ما بيننا في اراء معينه بندور على النت عشان نعرف الحاجه دي انا صح ولا هي صح، عادي جدا. فالنت لا فيه استخدامات مفيده، واللعب فيه وفي العاب ذكاء على فكره، وفي العاب فيها معرفه، وفيها معلومات عامه، فيها يعني في ده. فانت حاول توجه زي ما قال حسين ابنك للطريق الصح. وقعدات القهوه احنا شباب نقعد على القهوه بس في الوقت، في وقت معين. هو لو الاهل عملت كده والولد صغير وفي مرحله البلوغ، هو لما يكبر هيبقى ناجح كده حتى لو مش ناجح في دراسته. الدراسه انت في المدرسه عنده احلام طموحات بالظبط، هيبقى عارف هو هيعمل ايه بكره، حابب كارير معين لايه، فاهم؟
يعني انا دلوقتي مثلا وانا صغير، فانا مثلا ما اتحرمتش من ان انا افرغ طاقتي. اما كبرت شويه فانا لقيت اهلي بيصاحبوني، فبقيت عارف الصح من الغلط، بقيت بعرف احدد انا عايز ايه ومش عايز ايه، وايه الانسب ليا، وايه اللي انا ممكن ده انا اعمله، بس مش دلوقتي، في وقت تاني ممكن تجرب تمام. فاقدر بقى بعد كده بسبب كل ده اقدر ان انا كشاب دلوقتي طبعا دلوقتي انت اهلك ولا هيقول لك انت رايح فين ولا جاي منين، كبرت بقى خلاص انت كبرت وبقوا بيثقوا فيك تمام، ولازم تكون قد الثقه. بما انك اصغر واحد فينا نسيت، فانا عندي سؤال، هل انت بتهتم بمشاكل الناس على السوشيال ميديا؟ يعني مثلا فلان طلق فلانه، سواء فنان انفلونسر ايا كان الكائن ده ايه؟ بص هو ممكن علشان انا مثلا ما عنديش وقت فانا مش مهتم، بس كده كده في جميع الاحوال انا يعني حتى مشاكلي يعني مشاكل اهلي، بس اهلي من بعيد ربنا معاه، بس انا والله ربنا معاك ربنا معاه. خد اللايك مش انا كويس وعيلتي كويسه تمام، هو ده كده اللي يهمني. اصل انا لما باجي بتحط في ازمه انا مفيش حد بيساعدني غير نفسي طبعا مش بعد صح، يعني مع احترامنا لرايك انا مش هو شايف طبعا كده مش صح. انا بتكلم يعني النقطه دي مهمه، يعني مثلا لازم نهتم بمشاكل الناس، وعلى قد اهتمامنا بمشاكل الناس هتهتم بمشاكلنا، ولو احنا ما اهتموش بمشاكلنا اصلا تمام احنا برضو نهتم بيهم، لان ده الدين امرنا بيه. ده اولا. الى جانب بقى اللي هو احنا مش بنتكلم برضو في دايره مقربه، مش اهلي بس، احنا بنتكلم على حال الفقراء، على حال المساكين الموجودين، مثلا قضيه غزه والناس اللي في غزه. بص هو بالنسبه لحال الفقراء والمساكين دي لو كل واحد بيتبع دينه وبيطلع الصدقه بتاعته فعلا، وكل واحد تعرف مين بقى توديها فين، فهو يعني نسبه الفقراء هتقل بالظبط. اصل انت معلش عندك يعني انت شركه مرسيدس مطلعه بيان رسمي عالمي ان مصر هي من اوائل الدول اللي بتاخد منها عربيات المرسيدس، اللي هي اقل عربيه واقل فئه فيها عامله 1,300,000 جنيه. انا بتكلم في نقطه محدده، انا مال امي ان فلان طلق فلان. لا دي انا ماليش دعوه. انا بتكلم لا انا مش بتكلم مشاكل الناس، انا بتكلم على قمه التفاهه اللي انا اوصل بيها الحال، اللي انا سايب دنيتي بمشاكلي، بمشاكل اصحابي، بمشاكل اهلي، بمشاكل هو ده المفروض نهتم بيه. يا نهار اسود طلقتها ليه يا ابن الكلب؟ انا مالي؟ طلقتها ليه يا ابن؟ ما ده اللي اتكلمنا فيه المره اللي فاتت برضه، انا مالي؟ ما يطلق ولا يتجوز ولا يخلف ولا يعمل ولا يسوي، انا مالي؟ اسباب طلاق الفنانه والفنان انا مالي؟ بتوع البتنجان يا عم، انا مالي؟ ما اشوف اهلي، ما اشوف صحابي، ما اشوف ناسي، ما اشوف الناس يعني لو هنتكلم في قضايا مجتمعيه نشوف قضيه غزه، نشوف الناس اللي في غزه دي نقدر نساعدها ازاي. يعني دلوقتي في مساعدات بتوصل لهم، نحاول نساعدهم، نحاول نوصل لهم مساعدات. يا عم انا يعني مشكلتي هو ده كلها، ده المشاكل اللي السوشيال ميديا عندي فجاه بتتقلب، فانا اللي هو ايه، هو في ايه اللي حصل؟ طب حد يفهمني، انا بوصل بين الحال فاهم الفضول، انا عايز اعرف ايه اللي حصل، انا مش فاهم حاجه، فاهم اللي هو ايه، ينزل لك صوره مثلا كده ايه، صوره ليا فاهم عشان ما مش حد، صوره ليا فاهم وكاتب عليها انا لله وانا اليه راجعون. وممكن الناس ما ماتتش، ده في ناس ما ماتتش، لا ده يعني في ناس بتموت ناس اصلا ما ماتتش، بنت خالة اللي جابت امه، طب انا مال امي يعني هو ذات نفسه الفنان ذات نفسه ما يعرفش ان دي ماتت، ان دي اصلا من عيلته، فاهم اللي هو لا. وفي نفس الوقت بقى يعني انت بنتكلم بقى في نفس الوقت ما بنهتمش بالمشاكل الصح، المشاكل الاساسيه ما بنهتمش بيها، لا كبر دماغك يا عم غزه احنا هنعمل لها ايه؟ انا ولا فلسطين احنا مالنا؟ الناس دي يا عم فوق، يا عم احنا يعني احنا هنغنيهم، يعني ما في اغنياء تانيين ممكن يا عم ليه؟ على حاجه ده برضو عدم احساس بالناس. فلسطين وغزه دي انت عارف انا قمه التفاهه بالنسبه لي كانت ايه؟ ان الناس سابت يعني الدوله العربيه كلها، سابوا الدنيا كلها ورايحين لامريكا الحاق اسرائيل اللي هي اصلا امريكا عملت مش ده هي عملت نفس الستايل في الهنود الحمر تمام. القنبلتين بتوع الاباده القنبلتين بتوع هيروشيما وناجازاكي مش عارف ايه ده، ما دول عاملين مصايب. امريكا اساسا مبنيه زي ما انت قلت اهو على اباده شعوب اخرى،
يعني هم ما كانوش موجودين اصلا، دول مجرد مهاجرين اوروبيين جم لقاره، القاره دي كان فيها سكان اصليين هم بتوعهم، تم ابادتهم وتم تهجيرهم من اماكنهم الاصليه وقعدوا فيها. هل انتوا بقى الناس دي اللي هيساعدوكم مثلا في ان هم يوطنوا شعب زي الشعب الغزالي؟ لا، هو لسه قايل ترامب تصريحات بالكلام ده، تمام، اللي هو هجر. يعني ترامب دلوقتي قال برضه هجر الفلسطينيين لمصر والاردن، ومصر يعني مكرمه رفضت التهجير ده، ودلوقتي بيقول اندونيسيا والمانيا وكل الدول برضه رفضت التهجير، اللي هو بيصفي القضيه الفلسطينيه. المهم مش موضوع. عايزين نركز برضه في احلام الشباب. يعني هل احلام الشباب دلوقتي، احنا اتكلمنا في البلطجه والقصص دي، بس ليه الناس كلها متركزه ان هم لازم نتجوز، لازم نلبي شهواتنا، لازم نلبي رغباتنا؟ مش بص يا ابني احنا شعب مش بالكارير. ايه شعب ايه؟ احنا شعب جميل والله. احنا شعب مصر، ما انا برضه مصري. ايه الشعب؟ يعني معلش انا اسف، بس مواقع الاباحيه واخده احنا كمصر اول دوله في مشاهده المواقع الاباحيه. دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ انا قلت مواقع الاباحيه، مواقع الاباحيه مالها؟ احنا اول دوله في العالم في مشاهدتها. ما هو ده برضه قضيه كارثيه. لا مش على اصلا، مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. لا ده اوفر، يعني انا شايف ان ده اوفر. بص احنا يعني شهوتنا والحته بتاعت اللي هو ايه، احنا رجاله ولا بالصلاه. ده مش هيخلينا رجاله. هو احنا لا، اما نيجي نتجوز في ناس، مش هقول كله، في ناس فاهم دي طريقه تفكيرها. ده المعظم، في ناس في كام واحد، في كام واحد خليها في ناس. بص يا صاحبي، هو معظم الناس تفكيرها في ايه؟ اكل انام. ما هو ده كارثه. اكل اهزر انام. الموضوع ماشي في دايره مغلقه، اللي هي الساقيه في الشغل. فاكر انت حوار الساقيه اللي احنا كنا بننبه بعض فيه؟ المونولوج بتاعي في صوره. موضوع الساقيه اللي انا حتى حسين كان خايف مني من القصه دي لما اتجوز، وانت قلتها اللي احنا ممكن نخش في ساقيه لقمه العيش. الحمد لله، يعني هو الراجل انا اتجوزت اهو الحمد لله، لا لسه اللي هي ساقيه لقمه العيش، وما بنلاقيش وقت اللي احنا نلمي، اللي احنا نعمل فن، اللي احنا نشتغل في حاجه ثقافيه، اللي احنا نقرا، اللي احنا نكتب، اللي احنا فالكلام ده طبعا لا. يعني اللي احنا ناكل ونشرب وننام ده ونعمل حاجات قله ادب لا. انا لسه من شويه قايل لك الرجاله بتحب تلعب. بص هو انا ما عنديش مشكله دي حاجه سيبيني العب. ما عنديش مشكله ان انا ابقى عايز اكل مش بيبقى كل حياتي بس برضه، مش يبقى طول يومي كده بس وكل حياتي كده. معلش يعني مش معقوله انت في ال 24 ساعه مش هتعمل ده. عايز تلعب مش هتعرف انت صحتك ايه يعني؟ انت لو ضارب 4 ولو انت شاب مش متجوز، ولو انت شاب مش متجوز طبعا الكلام ده بيأثر. بص هو انا لو شاب مش متجوز بيأثر على صحتك بشكل قوي، بيأثر على تركيزك، بيأثر على عقلك، وليه اضرار صحيه واضرار دينيه طبعا انه حرام، تمام، وبيبعدك عن ربنا وبيبعدك عن الصلاه لان انت ما بتبقاش طاهر طول الوقت. فالكلام ده طبعا لا لازم نتجاوزه كشباب، ان الكلام ده بيقلل من قدرتنا. وعايز اقول لكم المواقع الاباحيه دي ببلاش ليه؟ ما فكرناش ليه اللي هي بيعتبر ببلاش؟ لان هم عايزيننا كده، هم عايزيننا متكسحين، هم عايزيننا ما نركز غير في ده. وللاسف في افلام عائليه دلوقتي ان هو الواحد ينام مع والدته وينام مع اخته. خلاص يا عم انت دخلتني جوه الموقع ليه؟ طيب لا انا بتكلم ان الكلام ده بيخلينا نتاثر بيهم معلش هم ولا انت كده حلو يعني خلاص. طيب بص هو بالنسبه للكلام برضو اللي احنا قلناه تاني، انا ما عنديش مشكله يبقى انا تفكيري في الاكل والشرب وان انا ادي ليله حمراء جميله ظريفه لطيفه تمام في الحلال. في الحلال لا، هو في الحلال ده كده انا في الحلال لو ما لعبتش هزعلكم. هو في الحلال ده كده بس انا بتكلم ايه يعني اللي هو مش متجوز. طب انت عايز ده اسعى له. هتقول طب انا لسه قدامي 10 سنين، اصبر معلش ال 10 سنين، انت ظروفك معلش جبرتك على كده، تمام. معلش يعني انت مش هتستفاد حاجه اما انت يعني تيجي تعمل ماشي طفيت نارك، الدنيا بقت لذيذه، بقيت مبسوط، لا بقيت بتتباهى في وسط اصحابك ان انت نمت مع دي ورحت مع دي وخرجت مع دي. والله العظيم تلاقيها مش حاجه شريفه اصلا ليك. ايوه صح، انت فاهم؟ انت برضه كراجل برضه انت ليك شغل. انت موجه لي انا الكلام ده انا بس دي ما عملتش حاجه يا ابني، ما الناس هتفهم غلط. ما عملتش حاجه.
يا ابني اللي انا عايز اقوله لك يا بطل ومش لازم تعمل الحاجات دي غلط. ما تعملش يا ابني غلط. انزل لهم السكتش اللي صور بالايد المرعوشه. يا ابني غلط. احنا بقى يعني ده موضوع من المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. لو احنا بنختار موضوع للمناقشه احيانا تافه يعني انا وده اكبر مثال اهو المصري كده. القصه اللي انا كنت بقعد وانتوا كنتوا بتقعدوا معايا في المحل، وكان بيقعد معانا بقى يعني ناس تانية مش عاوز اذكر اساميها عشان ما احرجهمش حرام، اسامي تانية، ونقعد نتكلم في موضوع مهم ما، وانتوا بصراحه كنتوا معايا احيانا، واحيانا حسين كان بيخلع مني برضه. هو كان بيصدعني يا عم، بيمسك الحديده ما بيسيبهاش. لا ده طول عمري. هو دي جديده؟ تمام. ونتكلم في موضوع مهم جدا، والاقيهم مره واحده يا عم انت اهو هتصدعنا يا عم، والاقيهم بقى طب ما تيجي نلعب دومينو، ما تيجي نتكلم في موضوع تافه، ما تيجي طبعا انا عارف ان ضغوطات الحياه كانت بتبقى عليهم كتير جدا وهم عايزين يطلعوا من ده في قعده صحاب، لكن ايه المشكله ان احنا ننقي موضوع نتكلم فيه، نتناقش في موضوع مهم، موضوع يهم المجتمع. احنا كنا بنلعب لعبه ساعات لو تفتكروا ان احنا بنجيب موضوع ونقعد نسال فيه، ده كانت جميله جدا. فقلنا نعملها بقى مع الجمهور. بنشغل دماغنا يا لا شغل دماغنا. عارف كنت بهرب منه ازاي؟ من رومي لما كان بيبقى بيتكلم في موضوع انا مش حابب اللي انا مصدع عايز اروح انام. لا 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 انا مصدع ده كده يعني كده هو بيعملها عشان يهرب مننا كلنا، الدنيا كلها مصدع عايز انام فاهم، عشان اقفل تليفوني وافضل قاعد في الاوضه عامل كده ما اعملش حاجه تاني. انت عارف كنت بهرب منه ازاي؟ بديله فكره خليه يقعد يفكر فيها ان هو يكتبها. والله ويتسحل معاها فاهم، ورقه وقلم ويقعد ويطلع في افكار. خلاص بقى هو كده انا بقى الحمد لله لازم عوداني والحمد لله سحلته بقى. انا قاعد ماسك الموبايل قدامه وعمال العب فاهم، ربنا معاك بقى بالتوفيق انت. والله انا من صغري انا بتسحل في المواضيع دي، في المناقشه مواضيع مهمه، ومن صغري بحب اقعد مع ناس اكبر مني وناس بتفهم اكتر مني عشان استفاد منها في المواضيع دي. انت تعرف حبيت اللي اعمل ده. اصغر صحابي حسام. ما انت بتقعد على طول مع عندك 31 سنه انت. ده حلو. 33 كمان يعني انت اصغر واحد انا اعرفه. الكلام كله على الكوره، على مشاهير زي ما قال حسام من شويه، على ما بنتكلمش في مواضيع قضيه فلسفيه مثلا، قضيه دينيه، قضيه عالميه بتحصل، ليه ما بنتكلمش في ده؟ عشان كله بيهبط يا عم ما تهبطش، بس على الاقل يعني بص الناس قاعده على القهوه، الناس قاعده على القهوه بتعرف تتكلم في كل حاجه، دين سياسه كوره اقتصاد. دار الافتاء المصري فاهم. كنت عايز اتكلم حلقه كامله عن دار الافتاء، الافتاءات الكتيره قوي كل حاجه بيفتوا بشكل فظيع. ما يروحش يسال شيخ مثلا عن حاجه في الدين، بس ممكن يسال واحد صاحبه قاعد جنبه، مع انه يا عم مش شيخ ده ما عندوش معلومه فاهم. لا انا هسال تعالى لا يا ابني انت خريج ازهر انت ما قلتليش تعالى الدين. ايوه الله ايوه ابتداء كده. يعني اللي هو ثبت الدين في الدنيا هيطلع في الاخر يعني. ما تسركز يا ابني احنا كنا في رمضان، انا صاحي من النوم على كان في عركه ما بين عيلين صغيرين في الشارع، فالولد بيقول للتاني والله العظيم 3 اللي هطلع. فراح والله العظيم بيحكي في الراجل كده بجد قال له حرام عليك احنا في رمضان، لو مش هتسكت هطلع. خليني افطر على الصبح. ايه كميه التيتل الشيطان فاهم قاعد فوق. الله ينور. طب تربيتي فيكم هيقول لهم انا مش هعمل حاجه خلاص، انتوا مش عايزين تعملوا حاجه، انا مش هقدر اعمل حاجه اكتر من اللي انتوا بتعملوها. مسكت الجيرل اكتد لاف. انا بقى كملوا. لسه سامع افيه على الفيس، واحده نازله فحاطه ميك اب يعني، فابوها ولا اخوها بيقول لها انت وشك منور ليه كده؟ قالت له من كتر الصلاه، اصل لسه مصليه العصر. بتاعت الكومنت انتوا المسيخ الدجال يسخر منكم، يعني اللي هو يتكسف يعمل حاجه معاكم يعني، بس تقول له لسه مصليه يعني، وهي بتعمل ميك اب ولا مصليه ولا اي حاجه. يلا حلو شرح الافيه. المهم ان احنا وحش والله، هو في عن مش دعوه، انا مش انا اللي عملته. ايوه ما تقولش التفاهه في الحياه العامه والبعد عن القرايه احنا اتكلمنا فيهم كتير، فلازم نوجه نفسنا ان احنا زي ما انت قلت نمسك عيالنا ونمسك الناس كتب، نحاولهم نخليهم يتكلموا في ثقافه عامه، بيتكلموا في مواضيع عامه،
عشان فعلا التفاهه دلوقتي بقت صفه العصر في كل حاجه. يعني بقى اهم حاجه عندنا الاكل، الشرب، اللبس، خلاص هو التفاهه بقت صفه العصر دلوقتي، وبقينا بنحب التفاهه لدرجه اللي هي بقت صفه جوانا. يعني بنعمل بيها كل حاجه بقى. يعني في لبسنا بقينا تافهين، في اكلنا بقينا تافهين، بقى بندور على الاكل. بص هو عامه يعني انا عندي واحد صاحبي هو بيفهم في حاجه جامده قوي وقبضها جميل جدا، فبقول له ايه، بقول له طيب ماشي انا اعرف لك مكان بيدي فيه كورسات مجانيه وبشهادات، خد الشهاده وابتدي ايه اشتغل بيها، بدل ما انت مثلا شغال بيوميه على قدها، لا اشتغل تبقى بيوميه بس حاجه بتبقى خاصه بيك انت وكيان خاص بيك انت. يا عم فكك، هو انا لسه يا ابني اشتغل، انا ما عنديش وقت. يعني انت يعني وراك الديوان، طب خلاص انا اسف. والله انا يعني هتصدعني ليه؟ خلاص. هو بيتكلم ان احنا ما بنركزش في حاجات مهمه في حين ان احنا عايزين حياه تقليديه. تقليديه، لو انا اشتغل واقبض لي اخر اليوم قرشينات واروح اصرفهم. انا كنت في مكانه في وقت فمن فتره كبيره، فقال لي واحد صاحبي جه قال لي حسين انت بتعرف تشتغل بالذكاء الاصطناعي؟ قلت له عايز تعمل ايه في الذكاء الاصطناعي عشان اكيد معلوماتي مش واو. قال لي هي حاجه خاصه بشهادتك. قلت له طب قول. قال لي انا عايز اعمل ابحاث وبصور ومعادلات، بس الابحاث دي انا هتاخد مني شهر وانا عاوزها بعد بالظبط 15 يوم. قلت له ماشي يا صاحبي ايه هات واعملها لك. المهم اخدتها فعلا بالليل، انا كنت خلاص بعت له الابحاث كلها، قلت له تمام ولا عاوزني ازود لك اي حاجه تانية؟ هو فعلا اتفاجئ، قال لي لا بص انا هجيب لك ناس بس ايه بمقابل. قلت له خلاص تمام انا ما عنديش اي مشكله لان ده شغل. فانا اشتغلت سمعت كلامه، وعايز اقول لك انا من الفلوس دي والله العظيم انا كملت بيها حاجات في مشروع التخرج بتاعي. يعني انا في حاجات انا بصرف منها من بره غير شغلي الاساسي، هي صفقات بس بعقلي انت فاهم، بسعى واجتهاد سعي واجتهاد من غير مجهود، بس من يعني اهم حاجه ان احنا نسعى ونجتهد ومش حاجه غلط ومفيش حاجه، ما بنعملش حاجه غلط في الوقت، وما بنعملش حاجه غلط وما بنعملش يعني حاجات تافهه نضيع بيها وقتنا. والله انا اخدت منها فلوس انا كنت ممكن استناها شهر كامل علشان ادفع فيها، لا انا بالعكس اخدتها في خلال اسبوع او اسبوعين. هو دي القضيه اللي احنا بنتكلم، اللي احنا نبعد دايما عن الحاجات اللي بتضيع وقتنا، لان قيمه الوقت ده مهم جدا. وكل الاديان مسيحيه ويهوديه واسلاميه نبهوا لقيمه الوقت نبهوا ان احنا لازم نركز في وقتنا ونستغله صح. الوقت كالسيف ان انت فشخه فشخ يعني بيقول لك دينيه على فكره فشخه فشخ ماليش دعوه. فالمهم ان احنا نحاول على قد ما نقدر ما نضيعش وقتنا في حاجات تافهه ملهاش اي عايزه. ولو احنا حابين ان احنا ناخده ريست زي ما حسين مفيش مشكله ان شاء الله يوم في الاسبوع. يعني في ويك اند في عايز اقول لك اليابان والصين بيعملوا مظاهرات عشان ياخدوا ويك اند. يعني انت متخيل حب العمل فين. في برنامج مش عايز اقول اسمه يعني في واحد من الاشخاص ديت هو رجل اعمال طلع قال لك انا عايز المفروض الشغل يبقى مش 8 ساعات، الشغل يبقى 12 ساعه واجازه واحده في اليوم في الاسبوع. مقابل كام بقى؟ لا بنفس المرتب نفس كل حاجه. ففي واحد بالظبط، ما في واحد طلع التاني طلع رد عليه قال له لا لو عايزهم يشتغلوا كده ومفيش اجازه غير يوم واحد في الاسبوع انت هتدفع 3 اضعاف مرتبك. فاهم؟ شد بلاستر ادى اللايك وشد بلاستر. بقول لك انت ما تجيش برضه على البني ادم، مش قصدي كده يعني. لا الطبيعي 8 ساعات دي المعامله الادميه للناس. وبعد وقت الشغل يا عم ده بقول لك في دول قانونا بتمنع الوقت اكتر من 8 ساعات. تمام الشغل يا عم ده كله دول الخليج. انت متخيل يعني صاحبنا ومش عايزين نذكر اسمه يعني بيشتغل بيقول لك ممنوع لو اتظبطت وانت بتشتغل بره ال8 ساعات يتقبض عليك. انت متخيل يا عم؟ ماشي ده صح جدا، لكن بعد ال8 ساعات دولت بقى استفاد بحاجه، اقرا كتاب يا عم، رفع عن نفسك، انت شغال كده اوريدي 8 ساعات، اتعلم حاجه جديده. تمام، استفاد من الوقت قدر الامكان. يعني عامه كل دي نصايح، بس بدل انت ما بتاذيش غيرك ولا بتفتي على غيرك. لا طبعا وما بتعملش فيها زوين فقشطه، لا انت حر ما لم تضر. بس الافتاء ده موضوع كبير قوي يا حسين، والمفروض المعلومه اللي انت بتقولها دي المفروض اما انا اقول معلومه
اكون واثق منها. انت بتسالني في حاجات كتير بقول لك انا عارف، لا بقول لك انا مش عارفش. حسام بيسالني ما اعرفش، بسالك تقول لي ما اعرفش. ايه المشكله؟ من قال الاعلم فقد افتى. فيعني انا ما بفتيش في حاجه اتاكد من المعلومه. يا عم ده في طلبه بتسالني، مع ان دي في فنيه التدريس في مشكله. طلبه بتسالني عن معلومات انا بقول لهم لا لسه، يعني ممكن هسال واقول لهم في ايه المشكله. مش عيب تمام، اللي انا افهم المعلومه قدامها. بالعكس انت بتزود ثقافتك. مفتيش، بس في نفس الوقت اركز ان انا ما اعملش حاجات تافهه اكتر من لازم. ولكن مش معنى كده برضو ان حياتي ما تبقاش خاليه من التفاهه. لا طبيعي يبقى فيها جزء كده بريك كده وريست. ما تعيش حياتك كلها تافهه بعد. وبطل اللي قال لك عليه حسين من شويه. ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه. خلاص هو اتثبت عليك. اتثبت عليك والله. انا كنت بحب التفاهه. ما انت شعرك كان واقف ليه؟ شعر بس. خلي بالك بقى، ما انت اللي كنت قاعد في وشي. تخيل بقى. شعر واقف عليك. شعر واقف عليك. تخيل بقى. وده شعر. يا عم ماشي، بعد الحلقه لينا كلام تاني. بس حد عايز يضيف حاجه؟ عايز واحد موزاريلا. الموزاريلا انت عايزينه اوردر؟ لا انا بتكلم بجد يعني. انا واحد من الناس. كنت عايز اضيف عليها كاتشب. لا الكاتشب وحش. والله والمصحف جامد. والله ولا هنرجع للموضوع. عندك دليل على الكلام؟ قول انت عايز تقول ايه. انا واحد من الناس الصراحه انا بقدر التفاهه جدا. يعني على فكره والله العظيم انا اقسم بالله انا ممكن اتعصب، يعني قصدي يعني ممكن ما اتعصبش ان انا مثلا اجيب تقدير جيد وانا حقي جيد جدا، بس اتعصب لو انت كسبتني في دور بلاي ستيشن. ايوه زي الست ماتشات اللي انا بزعل جدا مثلا. الست ماتشات اللي بزعلها او في الدور. والله انا مستغرب، انا دايما بكسبه. او في ايه الولد ده ماله ونط ليه كده؟ لا انا بتكلم بجد والله، يعني انا في التفاهه فاهم استاذ، يعني بعرف ارسم الامور صح، يعني ممكن اشتغل ست حاليا ما بقتش تفهم. انا شايف ده. انا عايز اقول لك مركز في الشغل. انا من كتر حبي في التفاهه، يعني انا حاليا دلوقتي مثلا بمنتج حلقه ولا بعمل حاجه فاهم، بشغل ستريم فاهم واوطي الصوت بتاعه فاهم لحد من الستريمرز فاهم، واقلل الصوت بتاعه وبمنتج، فانا سامعهم وبتفرج عليهم على شاشه ثانيه فاهم، وقاعد بمنتج. عايز اتافه. عايز اتفرج على حد بيلعب، انا مش عارف العب، اتفرج على حد بيلعب. بما انك بتعمل برنامج زي ده وبتضيف الناس وبتفيد الناس على قد ما نقدر طبعا. مين ده والله العظيم لو حد فيكم خدني قدوه فاهم حاجه مش قدوه يا ابني، احنا مش قدوات عشان احنا مش واو عشان نبقى قدوه، لكن على قد ما نقدر بنفيد على قد ما احنا استفدنا، بس يعني مجرد رساله بتتنقل بس. ولو حد عنده اي افاده برضه او اي معلومات زياده يديها لنا برضه يفيد طبعا. بس عندكم تحت في الكومنتات، اوعوا تنسوش اللايك وتنسوش الشير وتنسوش تعملوا سبسكرايب. اهو قال لك انت زر الجرس بقى فاهم زي بتاع كل مره كده فاهم، وبالمصري كده احلى مسا عليكم. بالمصري كده احلى فل عليكم. ماشي يا جماعه صباح الخير.